الماكسيموم. الماكسيموم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم أحرار، كل عام وانتم ثابتين. المفروض كنت راح ندير لايف يوم ذكرى 22 فبراير، ولكن على بالي الناس كلها يعني الذكرى جات ومازال كاين نشطاء في السجون، وتقريبا الناس ولا تقول واش درنا، ما حققنا ما والو، ما درنا والو، ما حتى نتيجة صرات. يعني صرا شوية تاع الإحباط عند الناس. على بها خليت اليوم الأول والثاني يفوتوا، ومن بعد قلت ندير هذا اللايف القصير برك لكل المناضلين، لكل النشطاء، لكل المدافعين عن الحقوق والحريات. حبيت نقول لكم برك يعني واحد الكلمات البسيطة في هذه الذكرى. اللي يقول الحراك فشل فهو ما راش يشوف، راه يشوف عند رجليه، ما راش يشوف أبعاد الحراك. الحراك ما فشلش، صحيح الحراك ما حققش المطالب الكبرى نتاعو، لكن الفشل بمعنى أنه ما حقق والو، لا. الحراك، أنا كنت البارحة أصلا ضيفة في المغربية، وقلت لهم أنه أهم مكتسب حق الحراك هو أنه أعاد النقاش السياسي، أعاد الفكر السياسي للجزائر، لأنه الشعب لفترة طويلة اعتزل السياسة وما ولاش يأمن أصلا بالحوار السياسي ولا بالخطاب السياسي ولا بأنه الناس يقعدوا يهضروا في البوليتيك. كانت حاجة محرمة أنه الناس تهضر في البوليتيك. ممكن الآن النظام راح يحوس يرجع إلى فترة ما قبل الحراك، وما قبل حتى الفترة اللي قبلها، هي فترة أنه يولي الناس تخاف أصلا من الخوض في خطاب سياسي أو حوار سياسي، أو الناس تكره السياسة، لأنه في الآخر يقول لك وش جانا من وراء السياسة إلا وجع الراس. هذا الكلام تاع وجهنا السياسة إلا وجع الراس، هذا يخدم الأجندة الاستبدادية اللي بدا بها أن المواطن يعتزل أي حاجة فيها سياسة. لكن النظام اللي يحوس على بناء دولة تتقدم وتتطور، ودولة يولي فيها المواطن شريك، يحس روحه شريك في الوطن وشريك في السياسة، ماذا بي أن المواطن يولي يهدر في السياسة، ماذا بي أن المواطن يولي عنده آراء سياسية، باش نهار اللي البلاد تسحق هذاك المواطن تلقاه باللي راه عنده وعي جاهز وحاضر باش يدير حاجة من أجل بلاده. إذن في الحراك أعاد هذا الوعي السياسي اللي المفروض كل الوطنيين يفرحوا به، سواء اللي في النظام ولا اللي في النضال ولا اللي خاطيه كاع السياسة ولا ما يهدر في حاجة. لازم نفرحوا بأنه الشعب الجزائري قدم هذيك اللوحات الرائعة في الديمقراطية والتعايش السلمي والنضال السلمي عبر الشوارع. ما كانش يعني كنجيو نديروا دراسة طويلة، الحراك الجزائري واحد من الثورات القليلة اللي استطاعت أنها ترابط في الميادين لكل هذيك الفترة، كل تلك الجمعات بمنتهى السلمية وبمنتهى الرقي. أنا اللي يجي يقول لي الشعب ويسب الشعب ويسب، لا، الشعب دار اللي عليه، الشعب خرج وواصل الخروج ورابط وطالب والتزم بالسلمية رغم الاستفزازات، رغم محاولات شمالا وشرقا وجنوبا أنه يجروه إلى العنف، لكن الشعب تمسك بالسلمية. الشعب فخامة الشعب الجزائري دار اللي عليه وزيادة. ما تلومش الشعب، اللوم يقع على أن احنا ما كناش واجدين لهذاك الحراك، لقوة هذاك الحراك، لروعة هذاك الحراك، لأن احنا نكونوا مستوى الحراك، مستوى الشعب كان هنا، مستوى المعارضة أو النخبة كان هنا. فالحقيقة لازم تقال، وهنا مانيش أنا نوجه أصابع الاتهام الواحد ولا زوج، كل الناس تتحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت كل الناس عندها أعذار، لأنه الحراك جاء بشكل مفاجئ وما كانش تلقائي 100%، لأنه كاين أجنحة، كل جناح كان يحوس وماذا بيا الناس تخرج باش يصفي حساباته. ولكن التلقائية نتاع الحراك تكمن في أنه الشعب كان يخبي هذاك الغضب، وأنه الشعب عنده استعداد، وذاك الاستعداد ما زال موجود، عنده استعداد من أجل المطالبة بالتغيير والنضال السلمي. ولكن الشعب لما بدأ يفقد الثقة في الواجهة، لما بدأ يفقد الثقة في أنه كاينين ناس قادرين يوصلوا هذا الثورة نتاعو، هذا الحراك تاعو إلى تحقيق مكاسب، الشعب مولاش يثيق وعاد
إلى البيوت تدريجيا. ماشي القمع اللي يخوف الجزائريين. صح القمع عنده دور، صح الاعتقالات عندها دور، لكن لو كانوا الناس متمسكين كما كانوا في البداية بالحركة مستحيل يقدروا يرجعوهم للديار. وإنما تم امتصاص ذلك الحماس الشعبي والجماهيري بتراكمات أخطاء، وبتراكمات القمع، وبتراكمات عدم تحقيق النتائج والخيبة اللي خلت الناس ترجع للبيوت. هل يعني هذا أن احنا خلاص وما كانش؟ لا، النضال مستمر. الحراك كان شكل من أشكال النضال. على بها الناس المرة اللي فاتت لما أنا قلت الحراك ما هوش الحاجة الوحيدة اللي ننضل من خلالها، كان مرحلة نتمنى يعود. كل جزائري حر يتمنى أن الحراك يعود، ولكن يعود بشكل أرقى وبشكل أوعى وبشكل أكثر تنظيم. هذا لو عاد الحراك. أما أنه يعود بنفس الطريقة بنفس الأشكال بنفس التركيبة فراح نزيد ونعاود ندور في نفس الحلقة المفرغة ونرجع كذلك لنقطة الصفر أو لنقطة ما تحت الصفر. إذن فالحراك شكل من أشكال النضال، ولكن النضال مستمر. المسيرات والمظاهرات السلمية شكل من أشكال النضال، ولكن هناك أشكال عدة. كل مرحلة وكل معطيات تفرض علينا آلية نضالية لازم نتماشاو معها ولازم نديروها. ما لازمش نوقفوا عند حاجة واحدة ونقولوا خلاص ومنا. كاين ناس راها تناضل في الجزائر منذ 62، ناضلت في الأحزاب، ناضلت في الجمعيات، ناضلت سرا وناضلت علنا، ناضلت في الإعلام، ناضلت في المجتمع الحقوقي، ناضلت بكل أشكال النضال، وما زالها تزيد تتطور من آلياتها النضالية. كل ما يغلق عليها باب تلقى لابد من أن نحن نتعلموا كيفاش نخلقوا بدائل نضالية من أجل مواصلة نضالنا السلمي والتمسك بالسلمية نتاعو وفق المعطيات الداخلية نتاع البلاد، وفق المعطيات الإقليمية والدولية. فإحنا ما ينفعش، وهذه مشكلة الثورات العربية، أن للأسف نضالها كان عنده انفصال عن العالم الخارجي، تقوقع داخليا فكان عنده انفصال عن العالم الخارجي، بينما الأنظمة عندها اتصال بالعالم الخارجي. احنا لازم نكون واقعيين وفاهمين التحديات اللي تواجه أي طلاب تغيير. ما تقدرش لأنه الناس تحابي الأنظمة ولا تحابي الشعوب. الآن شوفوا الحراك نتاعنا كيفاش القنوات تعاملت معه وكأنه لا حدث. لماذا؟ لأنهم كاين اللي عنده مصالح مع النظام الجزائري، كاين اللي يخاف على مصالحه، كاين وحتى اللي يتناوله باستثمار يخدم الأجندة تاعو. إذن الأنظمة والدول عندها حسابات أخرى. احنا كحركيين وكسياسيين لازم الآن نبداو نفتحوا دي ديبا، نتناقشوا ونتكلموا. واللي يقول لكم النقاش السياسي مش هو اللي يجيب، لا، النقاش السياسي يصنع الوعي. والوعي لما تنزل للشارع وانت واعي وانت عارف التحديات، ما كاش اللي يكلخ لك. ما يجيش جناح يكلخ لك بالتسريبات باش يطيح جناح اخر، ما يجيش جناح يدير اكسيون باش يضرب الجناح الاخر بيك. تكون أنت واعي ومحصن حتى واحد ما يقدر يخدم بك. ما تجيش مخابرات أجنبية ممكن تستغلك لضرب بلادك وهي تدعي أنها تساندك من أجل الدفاع عن حقوقك. تكون إنسان محصن بوعيك. احنا الآن أنا لازم نوجه رسالة إلى كل ناشط، إلى كل من يملك منبر. الآن لابد أن الجزائريين يبدأوا يفتحوا النقاش السياسي على مستوى. خليونا من العفن وخليونا من طريقة تصفية الحسابات وخليونا بعيدا عن كل هؤلاء. وأراهن على الشباب الواعي وشباب الداخل اللي راهم ما شاء الله أزهار تتفتح في الجزائر من أجل بناء مستقبل الجزائر. فتحوا لي ديبا. يعني أنا تاني مايش حابة، ليست وصاية طبعا، حاشا لله، لأني كنت ناظر في البلاد وعلى بالي الضغط اللي راكم تتعرضوا له، وإنما هي نصيحة من أختكم الكبيرة أو ربما أم الكثير منكم، أنه الآن لابد ماشي صاي خفنا وأحبطنا صاي نحبسوا كلش، لا، لابد من استثمار هذه النتائج اللي حققها الحركة اللي هي أنتم أكبر استثمار للحركة يا شباب الحركة. بدأوا فتحوا النقاشات السياسية من أجل الصعود للوعي. احنا كإعلاميين من يستطيع، والله غالب أنا راكم عارفين، من يستطيع الآن لابد أنه يبدأ يفتح لي ديبا لكل الناس من أجل نقاش سياسي يصل بالوضع إلى رقي ووعي ممكن أن يبني البلاد، والبحث عن بدائل نضالية سلمية.
احنا ما خرجناش باش نديروا عداوه مع فلان ولا مع فلان، ولا باش نديروا تصفيه حسابات، ولا حتى مع النظام. احنا عندنا رؤيه سياسيه، عندنا مطالب، عندنا رؤيه للجزائر نتاع الغد. كل واحد فينا راه يحلم بجزائر. ممكن انا نحلم بها شكل ايديولوجي وانت شكل ايديولوجي والفرق الاخر شكل ايديولوجي، لكن الان احنا وضعنا كل هذه الايديولوجيات على جنب، واتفقنا على ان احنا راح نحلموا فيها، او بجزائر انا يكون عندي بلاصتي فيها، وانت يكون عندك بلاصتك فيها، وفلان يكون عندها بلاصتك. هاد الكلام ما نقولوش كلام ومن بعد كي يجي الاسلامي يجي له علماني يقول لك لا لا انا ما نامنش به، ولا يجي علماني يجيب له اسلامي يقول له ما نامنش به. احنا لازم نفهموا انه تقبل الاخر هو اهم خطوه من اجل بناء الديمقراطيه. فلو هضروا على الديمقراطيه بلساننا ومن بعد كي نجيو في التطبيق لو جابت الديمقراطيه غيرنا، او حسينا باللي غيرنا راه باين في الساحه اكثر منا نكفروا بها، فاحنا ما احناش ديمقراطيين، ولا احنا ناس تاع حريات، ولا احنا ناس تاع عدل. اذا لابد الان انه الجزائريين وشباب الحراك وكل الناس اللي كانت في الحراك ماشي صاي يتوقفوا، ماشي صاي نطويو الصفحه. على بالي كاين ضغوطات، وانا لا احرض الناس على انهم يعرضوا نفسهم للتهلكه ولا الاعتقال، وانما النقاش السياسي فتح. على بالي حتى الاندياس الان شمعوا لهم المقر تاعهم، القمع راه يزيد، ولكن لابد من التفكير في بدائل. احنا كي كنا موجودين في الميدان كان هناك قمع، وكانت هناك اعتقالات، وكانت هناك احكام. صح الان زادت، يعني احنا كانوا يعتقلونا الصباح يطلقونا العشيه او بعد اسبوع، الان زادت، ولكن لابد من التفكير في ايجاد بدائل للنضال السلمي والنضال السياسي بكل اشكاله، ثقافيا عن طريق جمعيات، عن طريق احزاب، عن طريق كل واحد. انا لا الوم احد ولا احدد لاحد الخيارات، لانه الان اللي يقول لك لا لا انا ما نديرش هذيك، لا لا ما نديرش هذيك، عندك غير طريق وحده يقول لك غير المسيرات والشارع. لا، هناك عده بدائل للنضال السلمي. ما تخنقوش روحكم في مسار واحد. لو جات المسيرات وقدرنا نحشدوا الناس للشارع بمشروع سياسي وبمشروع واعي وبقدرة على أن احنا نوصلوا هذا المشروع إلى بر الأمان ونحققوا مكاسب دون تخريب الوطن، دون أن نصبح عرضة للاقتناص من طرف مخابرات فلان ولا دولة فلان ولا مصالح فلان ولا تكتلات فلان. مادام احنا مانيش قادرين، إذا لابد من أن احنا نصنعوا الوعي اللي يرجعنا ويردنا قادرين أن احنا نديروا حاجة كما هذه. النضال السلمي كما قلت آلياته تتغير بتغير المعطيات. نفتحوا لي ديبا، يبدا النقاشات. حنا تاع الخارج ثاني كاين بزاف اللي يقول لي اخت منار حنا نتيا داروك ارهاب، فلان داروا له ارهاب، احنا قطيعه وفلان قطيعه وفلان. حنا لكن النظام ينجح في خلق هذه العزله ما بيننا. انا ما كاينش هذه على الداخل والخارج، مع اني دائما نقول جماعه الداخل انتم الاصل والخارج تاعنا، لكن هذا لا يعني انه الخارج نمسحوه، لا. الخارج يقعد كاين من أجل مساندة الداخل، سند وظهر وليس وصاية، لأنه اللي يكون في الميدان هو اللي عنده دراية بالمعطيات الحقيقية المتواجدة ميدانيا، وإحنا نكون سند لهذه الناس اللي راها تواجه في الميدان. هذا واش حبيت نقول لكم خاوتي. وهل كذلك كاين نقطة سمحوا لي قبل ما نروح نتاع العزلة. العزلة هذه كل رجعنا إلى ما قبل الحركة. القبائل يروحوا وحدهم، العلمانيين اللي تاع بصح شويه متطرفين يروحوا وحدهم، العلمانيين لايت يروحوا وحدهم، الاسلاميين اللي مزيرين يروحوا وحدهم، الاسلاميين لايت وحدهم، الوطنيين وحدهم. هاد العزله ماشي مليحه. على بها هاد لي ديبا ماذا بيه يكونوا متواجدين. انا كنت نفرح كي كانوا الناس يتلاقاو في مقر الامدياس من مختلف التوجهات ومن مختلف المدارس الفكريه والمدارس السياسيه. شيء رائع، شيء رائع أنه هذا يكون موجود. هذا صحي للجزائر وصحي حتى النظام هذا لو يفكر في مصلحة الجزائر. من الصحي جدا أنه الجزائريين يتلاقاو ويديروا ديبا ويتناقشوا. فين راه المتنفس كي تخلقوا الناس من كل النواحي وتغلقوا كل أبواب النضال السلمي، وراكم باغيين الناس تروح. أنصح الإخوة أنهم يفكروا في بدائل، وطبعا بدائل لا تعرض أحد للاعتقال، ولا تعرض أحد للقمع، ولا تعرض أحد أنهم يديروا له أحكام تاع الحبس هذيك هي وفق القانون اللي راهم دايرينه. وكاين محامين ممكن تستشيروهم، ممكن تاخذوا رأيهم، لكن التوقف نهائيا والغرق في حالة الإحباط وفي لوم الذات وفي هذيك الغضب المكبوت نتاع ما درنا والو. كاين ناس دخلوا للحبس وعناو، وناس مازالهم في الحبس ومازال يضحيوا، ومازال كل هذه التضحيات ما راحتش باطل. صدقوني الحرية تجي بتراكمات التضحيات، هكذا تجي الحرية
بتراكمات التضحيات. حنا باغيين نبنيو، ما باغيينش نخربوا، نيتنا خير، ولا حنا ارهابيين رغم واش راه يقولوا ولا التهم اللي داروها، ولا حنا مخربين، ولا حنا باغيين نكونوا عملاء لجهه، ولا حنا باغيين ونتلقاو تمويل من جهه. الحمد لله حنا نخدموا بلادنا، لكن لابد من التفكير في بدائل. والناس اللي في الخارج الا راكم حابين تاع بصح تخدموا الداخل، خلقوا لنشطاء الداخل بدائل باش يكون صوت ليهم، ماشي صوت ليكم نتوما، ولا صوت الاجنده تاعكم نتوما، ولا صوت باش ديروا الدراهم نتوما، ولا صوت باش تصنعوا شهره نتوما. الناس راح تعاني في الداخل، وبحاجه ان احنا نكون لها ظهر وسند. حي الله الاحرار في كل مكان وما تيأسوش. قدمنا خطوه للامام وخطوه مهمه جدا جدا، مازال طريق طويله طبعا، احنا راحنا واعيين بهذا الامر، ولكن تقدمنا خطوه للامام. وقبل ما نمشي كالعاده، على بالي بلي هضرت في البحر، لكن عقلاء مرة أخرى كما نقولها دائما، لكن عقلاء هاد البلاد مازال كاين عندها فرصة أنها تركب في سفينة النجاة وما يصراش فيها إن شاء الله أي حاجة فوضى. القمع اللي راكم ديروه صح، ممكن يمنحك الآن سلام مؤقت، لكن ما غاديش يمنحك مواطن نهار اللي تقول له روح في كتافي يكون معك. احنا بحاجة إلى الجزائريين يكونوا كتاف واحد. باش يكونوا كتاف واحد لازم يثيقوا فيك، باش يثيقوا فيك ماشي بالقمع، لانك كي تخوف واحد حاجه، وكي تخلي واحد يتمشى معك لانه يحبك ويثيق فيك حاجه واحده اخرى. حي الله الاحرار في كل مكان، ربي يحمي هذه البلاد ان شاء الله. حريه للمعتقلين، سجناء التسعينات المسيحيين مساكين، والكل ملاحق قضائيا ان شاء الله البراءه. السلام عليكم.